السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ونلقاكم بودكاست ديال اليوم احسن الاحوال. مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست ديالنا. اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، واللي هو كيفاش نواجهوا الفشل. بزاف ديال البنات كيفشلوا، كيجيهم بيرن اوت، صافي كيكرهوا في مره وما كيزيدوش يحاولوا وبزاف د الحوايج. دونك انا اليوم جيت نبين لكم ان الفشل هو ماشي نهاية العالم، وغنعطيكم نصائح اللي كيفاش تغلبوا على هذا الفشل وتحولوه لنجاح ان شاء الله. لانه كيف كيقول المثل المشهور، من الاخطاء كنتعلموا. ملي كنفشلوا راه كنتعلموا ماشي كنخسروا. دونك اول حاجه بغيت نقولها لك وخاصك تعرفيها هي ان الفشل كيبقى جزء من النجاح. ما يمكنش انك تمشي تسولي شي واحد ناجح في حياته وما يقولكش انا فشلت واحد النهار. واخا تسولي انجح الناس في العالم، ضروري من الفشل، لانه واحد الانسان ما فشلش في حياته دونك ما تعلمش. فهمتوا؟ وحاولوا ديما تاخذوا داك الفشل كانه تعلمت واحد الحاجه، ماشي كانه فشل. كل واحد فينا كيمر بتجارب صعيبه، ولكن هاد التجارب ديما كتعلمنا واحد الدروس اللي كيكونوا قيمه، ما كتعلموش في بلاصه اخرى. دونك هادو واحد الدروس اللي كتعلمهم لينا الحياه من طريق الفشل. عن طريق الفشل هو واحد الوسيله اللي كتعلمنا بها الحياه، اللي كتعطينا بها الحياه دروس. وهاد الدروس ما غاديش تمشي تلقاهم، ما غاديش تمشي تشري فورماسيون باش يعطوك هاد الدروس. نو، خاصك ضروري ما انك تفشلي باش عاد تعلمي داك الغلط ديالك ولا تعلمي داك الدرس. مثلا ملي كتفشلي في شي حاجه كتعرفي شنو خاصك طوري فيها، وشنو الحوايج اللي الاغلاط اللي كنتي دايره باش ما ديرهمش المره الجايه. وهذا هادشي يعني انك كتنمي المهارات ديالك كنكتسبوا خبرات جديده، ماشي كنفشلوا. وضروري باش نتعلموا من بعد الفشل خاصنا نوقفوا ونفكروا مزيان، ونفكروا شنو واقع شنو وقع. واش كان عندنا، نسولوا راسنا بزاف الاسئله، بحال مثلا واش كانت عندنا خطه واضحه، واش كنا حنا عارفين اصلا فين غاديين، واش كنا زعما يعني عارفين غنديروا هادي وهادي وهادي. ولا باغ اكزومبل نعطيكم غير مثال بواحد الانسان كيقرا، داكوغ، واحد الانسانه كتقرا عارفه راسها ابخي السانكيام، صافي سانكيام شنو غدير فيه، عارفه راسها الباك شنو غدير فيه، ابخي الباك شنو غدير. يعني عارفه راسها فين غاديه، راسمه تراجيكتوار وغاده. ماشي هي وحده اللي غير تابعه الموجه توجه السهل كتمشي ديرو، ولا غير اللي بان ليها كيديروا صحاباتها كتمشي ديرو. نو، هذه طبيعه الحال غتفشل. دونك في اي حاجه، ولا مثلا شي بزنس صغير، واش عارفه راسك شنو دايره، راسمه خطه، راسمه عارفه الطريقه ديال الماركتينغ اللي غتخدمي بها، عارفه البرودوي اللي غتخدمي بيه، عارفه. المهم دارسه داك البلان ديالك ولا غير غاده. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، سولي راسك واش كنا مركزين، واش انا كنت مركزه. لانه راه ما يمكنش انك تخدمي وانت غاده في واحد الطريق وعقلك في طريق اخر. باغ اكزومبل نتيا نعطيو اكزومبل بالقرايه ما نبعدوش. باغ اكزومبل نتيا باغا تولي دكتوره، كتحماق على الطب وهذا الشغف ديالك هو الطب، ولكن انت كتقراي الدغوا على اساس انك تولي محاميه في الفوتور. واش غتكوني مركزه؟ نو، نتيا كتقراي الدغوا ومركزه ليا في الطب. الوغ واش هذه طريقه بنت لك مزيانه باش انه غادي توصلي لداك الشيء، زعما توصلي للمحاماه، تدقي لا محاماه لا طب، لانه انت غاده في شاده تراجيكتوار ديال باغ اكزومبل نقول لكم شادين تراجيكتوار ديال طنجه وكتفكري ليا في كازا. واش غتوصلي؟ ما غاديش توصلي. دونك حاولوا تسولوا راسكم هاد الاسئله ديما فوق ما تفشلوا في شي حاجه. سولوا راسكم واش كانت عندي خطه واضحه، واش كنت مركزه في داكشي اللي كنت كندير. هاد الاسئله غتعطيك فرصه باش انك تراجعي راسك وتحسني من النفس ديالك. كل مره كتفشلي كتعلمي حاجه جديده،
كل مره كنفشلوا كنتعلموا حاجه جديده. ما يمكنش تقول لي انا فشلت وما تعلمتش شي حاجه، ضروري. باغ اكزومبل نعطيكم مثال غير بالدري صغير ولا بنيه صغيره، ضروري اللي كيكون صغير الانسان كيطيح بزاف، وداك الطيحان كيعلمو باش انه ملي يكبر اول حاجه كيعلمو انه يتعلم يتمشى، يتعلم يجري، وما يبقاش كيخاف بزاف. دونك هذاك الطيحان راه كيعلمو بزاف. وكنا فاش كنا صغار كنا كنديروا اخطاء في الهضره، ما كنعرفوش نهضروا، ولكن من بعد تعلمنا. دونك ديما الاخطاء كنتعلموا منهم، ديما ما يمكنش الا ما تعلمتيش من الغلط ديالك دونك انت ما مسوقاش اصلا، مسوقه لا واش نجحتي لا واش غلطتي. بحال داك الانسان اللي كيخسر وكيعاود يخسر وكيعاود يخسر وفي نفس العام ما كيتعلمش من الغلط ديالو، كيبقى يخسر ويعاود يخسر ويعاود يخسر ويعاود، هاد الانسان اصلا ما مسوقش. دونك ديما حنا كنتعلموا من الاخطاء ديالنا، وحاولي ديما تكوني مركزه وتكون عندك خطه واضحه. هاد جوج الا كانوا عندك فما غاديش نقول لك ما غاديش تبقاي تفشلي مره، ولكن غادي تنقصي من داك النسبه ديال الفشل ديالك. داكوغ. دابا ندوزو لحاجه اخرى واللي هي الايجابيه. ملي كنفشلوا خاص ضروري الايجابيه. ملي كتكوني في موقف صعيب حاولي ديما تشوفي الجانب الايجابي. كنت قلتها لكم في واحد لا فيديو واللي هي واحد النظريه ديال الكاس نصف المملوء. باغ اكزومبل ملي كتشوف واحد الكاس كنقولوا ان داك الكاس نص خاوي ولا نص عامر، المهم كنقولوا غالبا كنقولوا نص عامر. وهكذا ديما ملي توقع لينا شي حاجه نحاولوا نشوفوها من داك الجانب الايجابي. باغ اكزومبل كنت عطيتكم واحد المثال في واحد لا فيديو مي غنعاودو. قلت لكم مثلا كنتيا تعطلتي في الطريق ياك، كانت سيركيلاسيون ما تما سيركيلاسيون، حصلتي في الطريق انت يا روطار وهذا بوتيتر انت غتعصبي في داك اللحظه ياك، ولكن بوتيتر الله بغى يحميك من واحد لاكسيدون كانت غتوقع، الله يستر، ولا شحال ما عرفتي شحال شنو كان غادي يوقع لك والله حماك بديك الطريقه. دونك ديما حاولي تشوفي الفشل ولا اي حاجه وقعت لك حاولي تشوفيها من واحد الجانب ايجابي، منها انتيا كتقوي ايمانك بالله سبحانه وتعالى، ومنها مزيان نفسيتك وكتعطيك واحد الراحه واحد الطمانينه، وكتبقاي كتوصلي لواحد المرحله انه غير الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يهرسك وقادر يدمر لك نفسيتك. فهمتوا؟ دونك مثلا الا فشلتي في شي امتحان ولا فكري في داك ليفور اللي انت درتي، فكري في داك الجهد اللي انت درتي، وحاولي تحدي دوك لي نوت اللي خاصك تحسني فيهم المره الجايه باش ما تعاوديش ديري نفس الغلط. داكوغ. الايجابيه كتعطينا واحد القوه باش انه نواجهوا اي تحدي جا حدانا. كيف قلت لكم كتولي عندكم واحد النفسيه واحد المهم كيولي الله الوحيد هو اللي قادر انه يهرسكم وقادر انه يطيحكم ويدمر لكم النفسيه ديالكم. ملي كتكونوا ايجابيين وكتثقوا في الله سبحانه وتعالى وكل حاجه كتقولوا من الخير ماشي كنقولوها وكنعنيوها وكنشوفوا هذاك الشيء كيفاش من الخير. داكوغ. ديما نحاولوا نحدوا الاسباب اللي راه هذيك الحاجه صارت لي غير من الخير. انا ماشي منحوسه، انا عندي الزهر لانه عندي رب كريم، والله جابني لهاد الدنيا وما جابنيش باش نتعذب، لا، الله جابني هاد الدنيا باش انه نتعلم، والله كيحميني وكل شيء كيخدم الصالح ديالي. ان الله عز وجل هو اللي خلقني وهو اللي حاميني وحاضيني وكل شيء. وما ننساوش ان الدعم من العائله والاصدقاء حتى هو مهم بزاف. دونك كيف كنقول لكم ديما حاوطوا راسكم ودوروا راسكم بناس ايجابيه وبعدوا على لا توكسيسيتي وبعدوا على الناس توكسيك ما تدوروهمش بكم، لانه ناس ايجابيين هما اللي غيدعموك وغيشجعوك، اما ناس سلبيين فغادي غير يزيدوا يحطموك واصلا الناس السلبيين غادي يخرجوا لك على النفسيه ديالك، تلقى راسك داخله في اكتئابات، عندك انسكيورتيز معقده من راسك ومن شحال من حاجه بسبب داك الناس السلبيين اللي مدوره بك، وغتلقاي نفسيتك حالتها حاله. دونك ديما كوني مع ناس ايجابيين، كوني مع ناس اللي كيسمعوك ويعطوك نصائح مفيده وعندهم زعما الوقت باش انهم يسمعوا ليك وشحال من حاجه،
وناس ما غاديش يحطموك بهضره ديالهم، لا الناس غادي يدعموك وبزاف الحوايج، وهاد الدعم فريمون كيعاون باش انك تجاوزي الصعوبات. وديما الا ما كانش عندكم اللي كيدعمكم ماشي بالضروره انا دي فوا ما كنلقى اللي كيدعمني، ولكن كندعم راسي براسي وعارفه فينالمون راه غنوصل لداك الحاجه طول ما انه انا داك الحاجه ما كتغضبش الله عز وجل، داك الحاجه ما غضرنيش انا ولا ضر شي واحد، وانا ما غنستسلمش ديك الحاجه من غير الى الله سبحانه وتعالى ما كتبهاش وعنده ليا واحد الحاجه محسن. فينالمون غنعطيكم واحد النصائح، واحد 5 نصائح اللي غتعاونكم باش انه تواجهوا الفشل. دونك النصيحه الاولى واللي حاولي تحدي اهداف اللي يكونوا كلير، اللي يكونوا واضحين وقابلين للتحقيق، يعني achievable. ما تحطيش اهداف اللي يكونوا غير واقعيين. باغ اكزومبل انتي باقا كتقراي وما تحطي ليا باغا تشري بورش وباغا تشري وباغا كنا باغيين ولكن حاليا حطي اهداف اللي يكونوا زعما achievable، قابلين باش انهم تحققيهم في واحد الوقت، في داك الوقت اللي زعما واقعي معين. باغ اكزومبل عندك عام، غالبا كل البنات في العام الاول تخطي سورتو دابا مع باقينا 90 يوم ل 2025 ما بقالناش بزاف، دونك البنات في البدايه ديال العام كيبقاو كيحطوا تما. لا نحط اهداف اللي نقدر نحققهم، باغ اكزومبل الجسم ديالي انه نقص الوزن، ولا نتعلم شي حاجه شي لغه جديده غير كلمات بساط، ولا نجيب دي نوت زوينين. مهم حاولوا شي حوايج اللي يكونوا واقعيين. ولا الا عندك 18 عام باغي دير باغمي ديري باش انه هاد العام تجيبي باغمي ديالك، وهذا مهم. شي حوايج ما تحطيش شي حوايج اللي يكونوا ماشي واقعيين وغيخصهم بزاف الخدمه وغيخصهم بزاف الوقت وشحال من حاجه. ثاني حاجه واللي يخطي مزيان، ما كنقولش لك خطي لي على 5 سنين ولا على نو، باغ اكزومبل تخطيط غير على داكشي اللي باغا وخلي الكمال على الله. يعني حاولي تخطي مزيان، حاولي ديري خطه بلان بي، خطه بديله في حال الى داك الامور ما مشاتش كما كنتي متوقعه. يعني بعدا تقدري تصوفي راسك. باغ اكزومبل البنات اللي عندهم شي بزنس ولا مشروع ولا بحال هكذا، بزاف البنات يعني حاليا كنشوفهم كيديروا مثلا الاكسسوارز ولا ديال الكسوه ولا ديال بزاف الحوايج. دونك ديما بلان بي باش في حالة الا هادي ما استقاتش نديرو هادي، وعلاش لا يكون عندي بلان بي وبلان سي وبلان دي. بوكوا با ما خدمات هادي تخدم ليا هادي، ما خدمات هادي، وفينالمون كامل على الله. دونك نتي ضروري ديري اللي عليك، ما يمكنش انك انتي ما مخططه متى حاجه وتقولي ونخلي على الله. ضروري الاخذ بالاسباب، داكوغ، والكمال على الله. واحد الحاجه اخرى واللي هي التامل الذاتي. شنو هو التامل الذاتي؟ هو باغ اكزومبل تاخدي لي واحد النوت بوك صغيور وتبداي كتشوف نتيا شنو المهم هادي، شنو اللي نجح معاك وشنو اللي ما نجحش، شنو خاصك تقدي في هادي، وشنو واحد الحاجه اللي الا بقيتي كديريها ما غتعاونكش اولا غتصعب عليك الامور باش انك توصلي لداكشي اللي باغيه، وشنو حوايج اللي خاصك تحيديهم، شنو حوايج اللي خاصك تسبنايهم جداد باش انه يعاونوك باش توصلي لداكشي اللي انتي باغا في اسرع وقت. هذا تأمل غادي يساعدك باش انك تفهمي راسك اكثر. حاجه اخرى واللي هي التعلم المستمر، او لا كيف كنقولوا خلي يكون عندك الجروث مايند سيت، كوني ديما اوبن او مفتوحه باش انك تتعلمي. قراي كتوبه، خدي دي فورماسيون، دورات، كاين دي فورماسيون غراتويت في يوتيوب، في مهم طلع. كوني مع الناس اللي عندهم تجارب اللي باغ اكزومبل نتيا باغا تفتحي شي بزنس، ولا كوني مع ناس اللي ديجا عندهم بزنس وعندهم بزاف الحوايج. كيقول لك كيف كيقول المثل ديالنا سال المجرب وما تسالش الطبيب. دونك ديما واحد الناس اللي عندهم تجربه وهادو حاولي ديما تدوري راسك بالناس اللي في البلاصه فين نتيا باغا تكوني. كيقول واحد المثل
إنجليزي like surround yourself by people that looks like your future not like your past. دوري راسك بالناس اللي كتبان فحال المستقبل ديالك ماشي فحال الماضي ديالك. داكوغ وصافي هادو كانوا النصائح ديال اليوم. ونزيدكم واحد النصيحة تالية واللي هي حاولي كل ما انك حققتي انجاز صغير حاولي تحتفلي بيه كتشجيع راسك، وهذا هادشي غادي يخليك consistent وغادي يخليك motivated. المهم يعطيك موتيفاسيون يعطيك واحد الدافع باش انك تستمري. داكوغ وفي الاخير بغيت نقول لك أن الفشل هو ماشي نهاية الطريق وماشي نهاية العالم، ولكن هو واحد البداية جديدة. كل تحدي كيدوز علينا هو فرصة باش أنه نتعلمو شي حاجة جديدة ونطورو من راسنا. حاولوا باش أنه ما تخافوش من الفشل. احنا المجتمع ديالنا عطانا واحد الفكرة غلطة على الفشل، أن الفشل خايب. الفشل زوين. كنت شفت واحد البنت في واحد المقابلة أمريكية قالت ليهم باللي انا بابا كان كيشجعني على الفشل اكثر من النجاح. كان باغ اكزومبل ملي كنت صغيره كان كيجي عندي كل نهار وكيقول لي فاش فشلت هذا الاسبوع، فاش خسرت هذا الاسبوع، شنو هو الحاجه اللي ما جبتيش فيها مزيان هذا الاسبوع، شنو هو الاختبار اللي خسرتي فيه هذا الاسبوع. وكل سيمانه كيسول هذا السؤال. انت كتبقى تقول زعما علاش بابا كيشجعني للفشل لهالدرجه. ولكن مع الوقت فهمت ان باباها ما كانش كيشجعها على الفشل، ولكن هو كان كيحاول باش انه يبدل المنظور ديالها للفشل، الطريقه كيفاش كتشوف فيها الفشل ما تبقاش تشوفه بطريقه خايبه وانما طريقه زوينه، لانه الفشل هو كيفاش كنتعلموا. وشكرا على الاستماع وكنتمنى لكم التوفيق في كل حاجه كديروها. يا ربي تهلاو ليا فراسكم. نتلاقاو في بودكاست جاي ان شاء الله. باي باي.